تعالوا علشان أقول لكم إزاي عملت القرص الطرية بأبسط وأسهل طريقة. عملت قرص النهاردة طرية وهشة قطنية ناعمة بتدوب في البق، طعمها حلو قوي، شكلها خطير. القرص الطرية بأبسط وأسهل طريقة، بس النتيجة بتكون فعلا وهمية. القرص بالشكل القمر ده. قبل ما أبدأ معاكم وصفتي، أنا عزة مصطفى، وبتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان تشوفوا كل وصفاتي الجديدة. شايفين قد ايه القرص حلوة قوي، شكلها حلو قوي، وكمان كان طعمها خطير. أحلى قرص طرية ممكن نعملها. معايا كوباية إلا ربع من المية الدافية، وكمان هحط عليهم نص كوباية من اللبن الدافي. هحط عليهم كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هنضيف عليهم بقى ربع كوباية من السكر، وطبعا ممكن تزودي معلقتين كمان من السكر لو حابة. هنقلب كل الخليط مع بعضيه كده لحد ما السكر كده يدوب، وطبعا هيدوب بسرعة جدا لأنه المية والحليب دافي. هنا بقى هنضيف نص كيلو من الدقيق، بس مش هنحط الدقيق كده مرة واحدة، هنحط الدقيق بالتدريج شوية بشوية، وهنفضل كده نقلب بالشكل ده. هفضل اقلب بقى واحط الدقيق واحده واحده لحد ما احس كده ان العجينه بقت ناعمه معايا كده وحلوه قوي. وطبعا بعد كده لازم نعجن بايدينا كويس قوي علشان تبقى العجينه كده حلوه قوي معايا وطريه وسهله التشكيل. هفضل اقلب كده لحد، شايفين، هفضل اقلب كده لحد ما اشوف بقى العجينه محتاجه دقيق ولا لا. وكل ما احس ان العجينه محتاجه لدقيق هنحط شويه من الدقيق بالتدريج بالشكل ده. وطبعا قلبت لحد كده ما احس ان خلاص مش نافعه العجينه تتقلب وبتبقى تقيله كده معايا، فهعجن بقى خلاص بايدي كويس جدا. هضيف عليها كمان معلقتين من السمنه، وهفضل بقى اعجن فيها شوية حلوين كده لحد ما العجينة تبقى طرية وناعمة وحلوة قوي معايا بالشكل ده. العجينة بتلزق شوية بس مش كتير. خلاص بعد ما عجنتها كويس قوي حوالي كده 5 6 دقايق، هغطيها بقى علشان تخمر ويتضاعف حجمها. بعد ما بقت بعد ما خمرت كده وبقى الطبق مليان، هنبدأ بقى نشكل العجينة بتاعتنا لكور صغيرة. وطبعا الكور كده متساوية كده بالنظر، يعني مش هنستعمل الميزان ولا أي حاجة، بالنظر كده وبإيدك تقدري تعملي الكور كده متساوية إلى حد ما. يعني حجم الكورة تقريبا كان حوالي 50 جرام. هنفضل بقى نعمل الكور بتاعتنا الحلوة دي بالشكل ده. طبعا بتتشكل بمنتهى السهولة لأنه العجينة كانت ناعمة وطرية، اتعجنت كويس قوي بالشكل ده. وطبعا نص كيلو الدقيق عمل كمية حلوة قوي من القرص، يعني الكمية فعلا كانت كويسة قوي. خلاص خلصنا تشكيل القرص بالشكل ده، وهنغطيها بقى لحد برضو ما تخمر شوية كمان. عايزينها كده تكبر شوية وتبقلص كده وتبقلص وحجمها يتضاعف. هنا بقى خلاص بعد ما خمرناها شوية كمان بالشكل ده نبدأ كده نبططها عادي في الصينية عادي، ومش محتاجين بقى لا نشابة ولا أي حاجة، بتتبطط كده بمنتهى السهولة. سهل جدا إنها تتبطط لأنها طرية كده وحلوة قوي. معانا كده هوت شوية من السمسم، وممكن ما نحطش سمسم خالص، يعني السمسم ده اختياري، لأنه القرص الطرية عادي بتكون سادة خالص مفيش فيها أي حاجة. لكن احنا كده يعني ايه، يعني للتزيين كده ممكن نحط بقى ايه على وشها السمسم بالشكل ده. ولو مش متاح السمسم مش ضروري خالص.
كده بعد ما خرجت من الفرن وخبزتها على درجة حرارة 180. حطيت بقى الشبكة في نص الفرن واتخبزت بالشكل ده، وكان لونها بالشكل الحلو ده. دي كانت القراص الطرية، شايفين قد ايه حلوة قوي. طبعا لو جربتوا الطريقة دي مش هتبطلوا تعملوها، هتعملوها كتير جدا لأنها سهلة قوي والنتيجة حلوة قوي. وطبعا كلنا بنحب القراص الطرية، ممكن ناخدها مع كوباية الشاي الصبح في الفطار أو في العشاء، بتكون حلوة قوي. طريقة سهلة وبسيطة للقراص الطرية والنتيجة فعلا خطيرة. شايفين طرية ازاي؟ طرية قوي، عاملة كده زي القطنة، بتدوب في البق. أحلى وأسهل طريقة للقراص الطرية. دي كانت وصفتي، ودي كانت القراص الطرية. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تتابعوني وتحطوا لايك للفيديو.